السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير دايما وفي أفضل حال. النهاردة بإذن الله تعالى في فيديو جديد هنعمل قطع فادج نوتيلا. طبعا طريقة جديدة، أشكال مختلفة عن اللي احنا عملناها قبل كده وأطعمة مختلفة زي ما حضراتكم شايفين. يعني الطريقة إن شاء الله تكون سهلة وبإذن الله تعجبكم. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك مهم جدا عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ونبتدي الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معانا 6 بيضات، هنضيف عليهم 600 جرام سكر خشن ونضربهم في المضرب لمدة 10 دقايق متواصلين. مهم جدا البيض ان احنا نسيبه مع السكر يفور لحد ما لونه يبيض. دي خطوة مهمة جدا عشان الفادج معانا يكون هش، ما يكونش مكتوم. لازم ان احنا برضو نحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي بالنا واحنا بننزل بالدقيق عليه والزيت ان احنا ما نهبطش تاني البيض بعد ما يفور. زي ما حضراتكم شايفين ضفنا نص معلقة فانيليا باودر. الفانيليا الباودر افضل بكتير جدا من الفانيليا السايلة، بتدي ريحة وطعم افضل بعكس الفانيليا السايلة. وفي انواع فانيليا سايلة كويسة برضو، يعني ان احنا ما بنقللش منها، ولكن الاضمن ان احنا نشتغل بالفانيليا الباودر، لان معظم الناس ما بتروحش ان هي تشتري مثلا علبة فانيليا سايلة كاملة، ان احنا مثلا نروح على نوع معين او ازازة كبيرة كاملة. فالافضل ان احنا بنشتغل بالفانيليا الباودر. زي ما حضراتكم شايفين بنسيبهم في المضرب. لو المتوفر عندنا المضرب السلك بيكون افضل من العجان، يعني انا ممكن شغال بيه، حتى بعض الناس بتشوفنا شغالين بيه عشان بس المضرب السلك حصلت فيه مشكلة، فعشان كده بنشتغل بيه العجان. زي ما حضراتكم شايفين مفيش اي مشكلة. هو البيض والسكر في المضرب هنبتدي نضيف، او مش نضيف، هنحط 300 جرام مية تغلي على النار. اول ما تغلي من على النار هننزل عليها ب200 جرام زيت ونركنهم على جنب، وبعدين نستنى لحد ما البيض يبتدي يفور معانا كويس مع السكر. وبعدين هننزل عليه بال 300 جرام دقيق وعليهم 80 جرام كاكاو اسباني، افضل نوع كاكاو ممكن نشتغل بيه الكاكاو الاسباني. و300 جرام دقيق و16 جرام بيكنج باودر. البيكنج باودر باكو اللي هو تقريبا بيكون 16 جرام. وبننزل بيهم بعد ما البيض يفور معانا زي ما حضراتكم شايفين. بننزل بيه الدقيق شوية شوية، بنهدي سرعة المضرب، وبعدين ننزل واحدة واحدة بالخليط اللي احنا عملناه، الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر. وبعدين اخر حاجة معانا خالص هننزل بيه المية والزيت اللي احنا قلبناهم على بعض. المية والزيت بتكون اخر حاجة في الوصفة. وبعدين بنسويهم على درجة حرارة 190 22 دقيقة. لو بنعمل نص الكمية هيكون نفس الخطوات زي ما قلنا قبل كده، وهنقسم المقادير بالنص بالظبط. اهم حاجة ان زي ما حضراتكم عارفين بالميزان، الميزان حاجة مهمة جدا في الشغل. بيكون الوصفة بتكون بتخرج معانا كل مرة زي ما عملناها قبل كده. يعني الناس اللي بتشتغل حلويات كتير او بتعمل حلويات في البيت كتير، مهم جدا الميزان. زي ما حضراتكم بتتابعونا في كل الفيديوهات بنشتغل بيه الميزان، وسهل جدا ان احنا نقسم المقادير لأي مقاس احنا حابينه. حتى لو هنقسم المقاس ده يعني او الكمية دي على 4 مفيش اي مشكلة. يعني لو هعمل صاج 15 في 30 هيكون ربع الكمية، برضو ما عندناش اي مشكلة. هنعمل صاجين 40 في 60 برضو مفيش مشكلة. ولو هنعمل 10 صاجات هنضرب الكمية في 10 وهنعملهم بنفس الخطوات. كمية تنقص او تزيد ما بنزودش حاجة ولا بنقلل حاجة، بتكون نفس المقادير بنفس الخطوات بنفس الوقت بتاع الضرب بنفس الوقت بتاع التسوية. الحاجات دي ما بتقلش خالص، ولكن هي بيكون زي ما قلنا الميزان هو اهم حاجة. وزي ما حضراتكم شايفين كده الخليط بيتقلب بأقل سرعة في المضرب، وبعدين هنفضيهم بصاج. برضو مهم جدا ان احنا نشتغل على ورقة زبدة او ورق السيليكون عشان الفادج ما يلزقش معانا. يعني ورق السيليكون بيكون اسهل،
وكمان ورق الزبدة بيكون كويس جدا ان احنا نشتغل بيه. والتسوية مهم جدا ان احنا ما نفتحش عليه الفرن، يعني 22 دقيقة بالظبط. وطبعا في ناس بيكون عندها الفران حرارة مختلفة عن الفران التانية، يعني مثلا ممكن نلاقي فرن الحرارة بتاعته او النار بتاعته حامية، فده بيرجع للناس اللي بتشتغل على الفرن. ولكن احنا بنقول الطبيعي بتاع الفرن، الطبيعي اللي هو درجة، لو الحرارة عندنا مظبوطة بنسوي على درجة حرارة 190. لو احنا شايفين ان الفرن اللي احنا بنشتغل عليه او اللي عندنا حامي، فبنقلل الدرجة زي ما احنا متعودين عليه. بنقيس الحرارة دي وبنعرف الحاجات ديت من التوقيت اللي احنا بنقوله ودرجة الحرارة اللي بنقولها. وزي ما حضراتكم شايفين بنفردهم في الصاج بمستوى، يعني بنخلي المستوى بتاعهم مظبوط، لان الفادج من الحاجات اللي زي ما حضراتكم شايفين كده بتميل بسهولة. يعني لو الفرن عندنا مايل هنلاقيه مال معانا بسهولة. المقدار دوت بيتعمل في الصاج، يعني ما اشتغلناش قبل كده الفادج في الاطواق بتاعت التورت كتير. هنضرب 200 جرام كريمة سايلة بدون سكر. زي ما قلنا برضو ان الكريمة لما بنلونها بجناش كتير وبنضيف عليها نوتيلا بنضربها بدون سكر نهائي. هنضرب 200 جرام وهننزل عليهم ب500 جرام بعد ما تفور، ب500 جرام نوتيلا، وهننزل عليهم ب500 جرام جناش. الجناش هنسيبه في صندوق الوصف. الجناش اللي بنلون بيه الكريمة مش ضروري ان احنا مثلا نعمل مروار، اي نوع جناش بنعمله، ولكن عشان يدي معانا لون غامق بنشتغل بيه شوكولاتات السادة، زي مثلا سما سادة او فيينا او كلاسيك اي نوع. ولو حابين ان انتوا تعملوه مثلا بالشوكولاتة اللي هي الحليب او النص طبيعي، فبتزيد الكمية عشان درجة اللون مش هناخد نفس اللي احنا عملناه بالشوكولاتة السادة. الشوكولاتة السادة بتكون اغمق، وفي فرق بين الشوكولاتة السادة والدارك. الدارك دي بيكون ليها شغل تاني خالص وبتكون بدون سكر. احنا بنقول شوكولاتة سادة، ولكن هي بتكون غامقة اكتر من الشوكولاتة الحليب اللي مثلا اللي هي كراميلو لبن، اللي هي سما برضو مكتوب عليها كراميلو لبن او كراميلو الحليب. دي بتكون درجة اللون بتاعها فاتحة، فلما بنزود منها مثلا في الجناش بتدي برضو معانا بيكون تقريبا لونها نفس النوتيلا. لو عملنا منها جناش فهيكون لونها فاتح. لما نيجي نعمل بالشوكولاتة السما السادة هنلاقي اللون غمق معانا اكتر. ناس كتير برضو بتسأل، مازلنا في الموضوع دوت اللي هو كريمة المحلات. كل المحلات زي ما قلت قبل كده مفيش محل بيشتغل زي التاني، كل محل بيكون ليه شغله. في بيشتغل بكريمة شانتيه المتحدة وبيعمل معاها خليط مع الكريمة السايلة دكتور بيكر مثلا او براتوس. في محل بيشتغل بكريمة شانتيه وعليها جهينة. في بيشتغل بدكتور بيكر بس. يعني احنا بالنسبة لنا ممكن بنشتغل بكريمة دكتور بيكر فقط، ما بنضيفش عليها اي حاجة تانية. ودي كريمة دكتور بيكر كمان في منها نوعين، يعني احنا بنشتغل بالنوع الخليط اللي هو ما بين كريمة حيواني وما بين كريمة نباتي عشان نركز في الوصفة النهاردة. وزي ما قلنا 200 جرام كريمة هنضيف عليهم 500 جرام جناش و500 جرام نوتيلا عشان نلون الكريمة. زي ما قلت برضو قبل كده ما ينفعش ألون الكريمة بنوتيلا فقط، مش هتدي معانا اللون الغامق، ومش كمان مش هتدي معانا التجانس. هنحس ان هي كريمة مجرنشة، زي مثلا لما الشوكولاتة كده بيتقلب عليها مية مثلا بنلاقيها جرنشت عملت زي الجناش ولكن ناشف. النوتيلا مش هيكون في بينها وبين الكريمة تجانس اللي هي كريمة متجانسة، لازم جناش معاهم عشان ياخد معانا اللون الغامق وكمان ندي طعم بيه النوتيلا. النوتيلا اللي انا بشتغل بيها نوتيلا سما، افضل نوتيلا موجودة بعد التقليد طبعا هي نوتيلا سما. ده برضو بالنسبة لي انا، يعني ممكن ناس تانية يكون جاية معاهم ان نوع نوتيلا تاني افضل بيشتغلوا بيه، لكن انا بالنسبة لي النوتيلا السما هي افضل
نوع موجود. الصاج اللي احنا عملناه هنشتغله، قسمناه على 3. يعني انا بشتغل الشغل بتاعنا القطعة بتكون 3 رقات. ممكن ان حضراتكم تعملوا القطعة مثلا رقين لو حابين، مفيش اي مشكلة. في ناس بتسأل كتير جدا عن الاسعار. بالنسبة للأسعار أنا يعني من الحاجات اللي ما بحبش أتكلم فيها الأسعار. بنسيب كل واحد يحسب التكلفة بتاعته ويطلع المكسب اللي شايفه على قد تعبه. في فرق كبير جدا بين إنك تقولي السعر كام، لأن أنا مثلا لو هعمل مثلا ألف قطعة، لكن انا عندي امكانية ان هي تطلع ال1000 قطعة عادي مثلا. ولكن حضرتك مثلا مع الفرن مثلا عندك او امكانية البيت او بتتعب جدا في 20 قطعة او في 50 قطعة مثلا. ففي فرق امكانيات كبيرة جدا في الشغل، وفرق امكانية ان المصنع حاجة والشغل اللي انت بتعمله في البيت حاجة. وان الناس دايما اللي ممكن تشتري حاجة بتتعمل في البيت عكس الناس اللي ممكن بتشتري من المحلات. فده ليه سعر وده ليه سعر. معروف ان المحل ممكن هيكون سعره مثلا اقل مثلا من الناس اللي بتشتغل اونلاين او في البيت. وفي ليه؟ لان في ناس بتكون انت بتشتغل الحاجة مخصوص، يعني مثلا بيجيلك حد عايز التورتاية دي مخصوص، لكن المحل الناس بتدخل فبتختار من اللي موجود. مفيش مثلا امكانية ان هي مثلا تعمل لها 10 قطع جاتوه مخصوص، فده بيكون مثلا صعب. زي ما حضراتكم شايفين هنا النوتيلا، بضيف لل500 جرام نوتيلا بضيف ليهم 150 جرام زيت، وبنسيحهم في الميكروويف زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هنمسح الوش. مهم جدا ان احنا قبل ما نضيف النوتيلا على الوش كده بيكون في مرحلة تلاجة ساعة على الأقل، عشان أقدر أمشي بالنوتيلا زي ما حضراتكم شايفين. لو الكريمة النوتيلا اللي احنا عملناها مشدتش في التلاجة كويس، مش هنعرف نساوي النوتيلا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهيكون في ان هم اختلطوا مع بعض. فهنا التبريد هو اللي بيظبط معانا القصة دي. وزي ما اتكلمنا في موضوع الاسعار، السعر اللي يرضي حضراتكم او شايفينه مجزي بالنسبة لكم هو اللي تشتغلوا بيه وتحسبوا التكلفة بتاعة حضراتكم. بعد ما النوتيلا شدت ممكن ان احنا نضيف هنا جيلي شوكولاتة المتحدة جاهز زي ما حضراتكم شايفين. وفي الجزء التاني هنضيف جيلي تلميع شفاف على البارد المتحدة برضو او اي نوع بتفضلوه. ده بيدي معانا لمعة، اللي هو الجيلي الشفاف على البارد بيدي معانا لمعة للنوتيلا، بيكون شكلها بيلمع احسن. واكيد ما بيكونش ظاهر طعمه لان احنا بنضيف طبقة خفيفة جدا. لو حابين نضيف جيلي شوكولاتة برضو مفيش اي مشكلة. في ناس برضو سألتني ان قطعة الجاتوه لما بيضيفوا الشوكولاتة الخام مع الزيت بتتكسر معاهم في التقطيع. وده بيرجع لان كمية الزيت بتكون قليلة مع الشوكولاتة. لازم الشوكولاتة لما نديها على وشاش الجاتوه تكون واخدة نسبة زيت كتير، يعني بمعدل ان الكيلو في الجو اللي احنا فيه والشوكولاتة تكون سادة، الكيلو زيت عليه كيلو شوكولاتة، النسبة الاتنين قد بعض، ونسيحهم مع بعض وبعدين ندي بيهم الوشاش. زي ما حضراتكم شايفين برضو التقطيع انا بقطع 4 في 12. الصاج تقريبا هيعمل معانا 12 قطعة. وزي ما حضراتكم شفتوا قبل كده كل المقاسات اللي احنا بنشتغلها او التقطيع اللي احنا بنشتغله، المقاس هو ما بيتغيرش الا في حالات استثنائية، زي مثلا ان هنغير مثلا القطعة او في اوردر معين فبنقطع بمقاس تاني. لكن الطبيعي للمحلات بيكون 4 في 12 زي مقاس الورقة أو الكاسات أو الكبسول بتاع الجاتو اللي بيتحط عليه القطعة. بيكون مقاسه 4 في 12 وبنقطع بيه زي ما شرحنا قبل كده العملية بتاعة التقطيع. وهنا التقطيع بيكون بمية سخنة. طبعا هنا الكريمة بتاعة النوتيلا بتكون شديدة شوية زي ما حضراتكم شايفين كده، فما بتكونش اللي هي مثلا زي الكريمة العادية ان احنا هنمشي بيها
في الترانش، ودي حاجة طبيعية جدا. ممكن نضغط حاجات بسيطة. في فرق كبير جدا بين بتقطع كريمة تقيلة وانك بتقطع كريمة نوتيلا. بندي روزيتات بقى، جناش، روزيتات مثلا، مربى حليب. الفينش زي ما قلنا قبل كده، زي ما حضراتكم برضو شفتوا اللوجو بتاع النوتيلا، ممكن مثلا اللي هو بيكون جاهز. ده بيدي برضو معانا اشكال كويسة في منه. حاجات كتير جدا، الاشكال اللي هي ورق الشجر والحاجات ديت ممكن ان احنا نشتغل بيها في الجاتو مثلا، للناس اللي هي ما بيكونش عندها لوجوهات اللي هي بتاعت اسم المحل، ان هي بتشتغل بيها اي حاجة في الشغل. الفينش بتكون معبرة عن القطعة، نشتغل بيها برضو مفيش اي مشكلة، زي ما اتكلمنا في الجزئية دي قبل كده. دي طبعا هنا الكريمة طعمها كلها نوتيلا. هنا اللي احنا ادينا له جيلي شوكولاتة، بنبشر الشوكولاتة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو الدنيا بتكون ساقعة معانا، ممكن ان احنا نلف الشوكولاتة في ورقة فويل ونسيبها في الفرن حاجات بسيطة، وبعدين هتحل معانا الشوكولاتة نسبيا، وبعدين نفكها من ورقة الفويل ونبشرها بالمبشرة، هيكون شكلها كويس معانا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو، وبعتذر لو كنت طولت عليكم في الفيديو. بشكركم جدا، في رعاية الله، مع السلامة.